هلا والله متابعي أفلام الخمسين الكرام، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. حابب أشكركم على دعمكم المتواصل، ولو حد محتاج ملخص فيلم معين يكتب لنا اسمه في الكومنتس، ويلا بينا علشان نبدأ ملخص الفيلم الجامد ده. بيبتدي فيلمنا بواحد اسمه بادي، واللي بيكون في قرية سياحية في إيطاليا مع عيلته علشان يقضوا الأجازة الصيفية مع بعض. وعلى حمام السباحة بيكون في عيلة تانية معاهم ومكونة من 3 أفراد اللي هما بين وأجنس ولويس، واللي بالصدفة بيكونوا العيلتين قاعدين مع بعض في نفس الفندق، وكمان الأوض بتاعتهم جنب بعض. وفي الوقت اللي كان بين قاعد فيه عند حمام السباحة بياخد تان هو ولويس، بيجي لهم بادي وبياخد الكرسي بتاعهم علشان عنده عجز في الكراسي، وبين مش بيركز معاه قوي. وبعد شوية وفي نص اليوم بيطلعوا أوضتهم وبيسيبوا أجنس مع جلسة الأطفال علشان تاخد بالها منها في الوقت اللي هم هيكونوا فيه بره. وبعد ما بياكلوا مع بعض في المطعم بتاع الفندق بيرجعوا تاني لأجنس علشان يروحوا على البيت، لكن أجنس بتكون رافضة إن هي تمشي، وده لأن الدمية بتاعتها واللي اسمها هوبي مش لاقياها. فبيفضل بين يدور لها على هوبي في كل مكان راحوه في القرية، وبيكون خايف إن هم يكونوا ناسيينها وقت خروجتهم بره. لكن بعد تدوير كتير مش بيلاقي أي حاجة، فبيرجع تاني لعيلته، وهناك بيتصادف ببادي والعيلة بتاعته فبيتعرفوا على بعض. وبتكون كمان أجنس وقتها لقت هوبي في الأوضة بتاعتها ورحمتهم من التدوير. وبنلاحظ إن بادي شخص اجتماعي جدا وخد عليهم بسرعة جدا جدا، لدرجة إنه خد أجنس علشان يفسحها معاه. وكمان بعد ما بيرجع لهم بيقترح عليهم إنهم يجوا يتغدوا معاهم في المطعم اللي بياكلوا فيه على طول، فبيتحرجوا منه وبيضطروا إنهم يروحوا معاه. ومن كلامهم وقت الأكل اتعرفوا على حياة بعض أكتر وأكتر. وبعد شوية أجنس بتاخد دان علشان يلعبوا مع بعض، لكن الواضح ان دان شخص انطوائي جدا ومش بيتكلم كتير مع اي حد، فبيعرفهم بادي ان هو عنده حالة خاصة وتشوه في العقل. وكمان السبب الرئيسي في انه مش بيتكلم هو انه اتولد بلسان اقصر من الطول الطبيعي. وفي اخر اليوم بيروحوا مع بعض على مطعم تاني علشان يتعشوا مع بعض، وكمان بيبقوا اكتر من صحاب ولا كانهم عارفين بعض من 10 سنين. وبعد ما بيخلصوا سهرتهم مع بعض بيرجع كل واحد على البيت بتاعه، وبين بيروح عيلته على البيت بتاعهم في بلدة فرنسا. وفي البيت بيكون بين موده مش مظبوط خالص، وده لانه جاله اخبار مش كويسه بخصوص شغله. وفي نفس الوقت بيجي رساله للويس على تليفونها، ودي بتضايقه اكتر علشان بيكون عنده شك انها بتخونه، لكنها بتعرفه انها رساله بخصوص المدرسه بتاعت اجنس. وبعد ما بيهدى بتوريه رساله من بادي كان سايبها لهم قبل ما يسافروا، وبيكون محتوى الرساله ان بادي طالب منهم انهم يجوا يزوروه في البيت بتاعه في امريكا. فبيفرح بين وبيقول انها فرصه كويسه علشان يفكوا عن نفسهم شويه، وبيكونوا الاتنين مرحبين جدا بالفكره. وبالفعل بياخدوا عربيتهم تاني يوم وبيسافروا بيها. وهما في طريقهم لبيت بادي لاحظوا حاجه غريبه جدا، وهي ان الطريق ضلمه من اوله لاخره. وكمان بعد ما بيوصلوا بيلاقوا البيت ريفي جدا وبعيد جدا عن المنطقه السكنيه، لكنهم مش بيهتموا قوي بالاجواء دي، وبيكونوا مركزين اكتر حاجه على انهم يقضوا وقت ويستمتعوا مع بعض. وبعد ما بيدخلوا البيت وبيعرفوا الأوضة اللي هيباتوا فيها بينزلوا للطابق السفلي، وده علشان يتعشوا. ووقتها كان بين مستغرب من تصرفات بادي مع لويس، وده لأنه كان بيأكلها بإيده، لكنه مش بيحط حاجة في دماغه وبيخرج علشان يرمي الزبالة. وهو راجع تاني للبيت بيتفاجئ بدان قدامه، واللي بيكون ساعتها عايز يوصل له رسالة، لكن بين ما بيكونش قادر يفهمه خالص. وقتها بيجي لهم بادي وبياخدهم جوه البيت، وفي وقت ما كانوا قاعدين مع بعض ودان واجنس قاعدين مع بعض في اوضتهم، بتسمع لويس صوت دان وهو عمال ينادي بأعلى صوته وكأنه بيستنجد بيهم، لكنه بيوضح لهم انه بتجيله تشنجات كده قبل ما ينام. وبنلاحظ انه مخبي عنهم شويه حاجات كده هم مش عارفينها. وبعد ما خلاص جه وقت النوم بيروح كل واحد ومراته للاوضه بتاعتهم. وتاني يوم بادي بياخدهم وبيروح بيهم للغابه علشان يصطادوا. وفي وقت ما كانوا قاعدين مريحين شويه من المشي بتتضايق اجنس بان دان مش مخليها واخده راحتها في اللعب، وبادي بيتدخل وبيتعصب عليه وبيشده بعيد عنها. وبعد شويه بيروحوا وبينطوا في البحر اللي في الغابه، لكن لويس بتكون قلقانه جدا وخايفه ومش عايزه تنط من الارتفاع ده. وكمان بتلاحظ ان دان مش عارف يعوم، وفي الاخر مش بتنط وبترجع تاني على البيت مع بين واجنس. وكانت ساعتها بتحاول تقنع بين انهم يمشوا من المكان ده لانها مش مرتاحه. وبتدخل عليهم باتي وبتدعوهم انهم يجوا معاهم للمطعم اللي على اول الوادي، وبتعرفهم ان الشيف اللي هناك جامد جدا وبيعمل اكل تحفه. فبيرحبوا بالفكره وبيقوموا يجهزوا نفسهم علشان يخرجوا، لكنهم بيتفاجئوا بان بادي رافض فكره ان الاطفال تخرج معاهم، وبيكون محضر لهم جليس اطفال اسمه موش، وده علشان يقعد معاهم. فبتقلق ساعتها لويس جدا انها تسيب اجنس بنتها لوحدها مع دان، لكن بين بيطمنها وبيعرفها ان هو لسه صغير ومفيش منه اي قلق. وبعدها بياخدهم بادي في العربيه وبيروح بيهم للمطعم. والغريب في الامر انهم بيكونوا هم الوحيدين اللي بيتعشوا في المطعم ده. وعلى الناحيه التانيه في البيت بيكون دان عمال يحاول ان هو يوصل لاجنس رساله، لكنها ما بتكونش قادره ان هي تفهمه. وكان ماسك ساعه من بتوع بادي وكان عمال يلمح بيها لاشاره معينه، لكنها برضه ما بتكونش فاهماه. والواضح كده من الحركات اللي بيعملها والحاجات اللي بيشاور عليها
عليها بنفهم ان هو بيحاول يوصل لها ان هو في خطر وانه لازم يمشي من هنا في اسرع وقت ممكن. وكمان فضل يوريها انه على جسمه علامات ضرب وتعذيب كتيره جدا، لكن مش بنعرف مين السبب في كل ده. وبعدها بنرجع لبادي، وهو بعد ما خلصوا اكل بيرجع بيهم على البيت. وفي البيت بادي بيلاحظ ان الساعة بتاعته متحركة من مكانها، لكنه مش بيهتم وبيدخل على الأوضة بتاعته علشان ينام. وفي المقابل بتحصل خناقة ما بين لويس وبين لأنه متضايق من تصرفات بادي معاها، وهنا بنفهم إنه كشفها من زمان وإنها بتخون وبقالها فترة، ومن ساعتها بقى يشك فيها وفي كل الرسائل اللي بتجيلها وفي كل الرجالة اللي بتكلمهم. وبعد ما بتخلص الخناقة ما بينهم بتقوم لويس في نص الليل علشان تطمن على أجنس، فبتتفاجئ إنها مش في الأوضة بتاعتها، وبتصدم أكتر لما بتلاقيها نايمة مع بادي في الأوضة بتاعته. فبتاخدها بسرعة وبترجع لبين وبتعرفه إنها مش هتقدر تقعد في المكان ده دقيقة واحدة كمان، وإنهم لازم يمشوا فورا. وفعلا بيلبسوا وبيخرجوا من البيت وبسرعة بيركبوا العربية بتاعتهم وبيمشوا. ودان ساعتها عمال يبص لهم من الشباك وكأنه بيفقد آخر أمل ليه في إنه يمشي من المكان ده. ولكن بين بيرجع تاني علشان أجنس نسيت تاخد هوبي معاها. وبعد ما بيرجعوا وبيقفوا قدام البيت بيدخل بين يدور بنفسه على هوبي، وده علشان قبل ما بادي يصحى من النوم. وبعد شوية بتكون لويس قلقانة عليه جدا، وخصوصا إنه اتأخر، فبتروح وراه علشان تشوف اتأخر ليه. ولما بتروح له بتتفاجئ إن بادي صحي من نومه وكان عمال بيعاتب فيه إنه ماشي من غير ما يديله خبر أو حتى يودعه، وبيطلب منهم وقتها إنهم يقعدوا معاه يومين كمان، وده لأنه هيفتقدهم جدا لما يمشوا. فبتوافق لويس وهي محرجة جدا منه. واللي بيحصل ده طبعا بيكون في صالح دان، وبتكون بالنسبة له فرصة تانية في انه يعرفهم بالظبط ايه اللي مخليه خايف وساكت بالشكل ده. وفي وقت ما كان قاعد بيرسم مع اجنس كتب لها رسالة في ورقة صغيرة لكنها مش بتفهم منها حاجة، وده لان خطه مش مفهوم. وفي المقابل بتلاحظ باتي ان دان بيحاول يكلم اجنس، فبسرعة بتروح ناحيته علشان تشوف بيعمل معاها ايه وبيقول لها ايه، بس هو بسرعة بيروح واخد الورقة وواكلها، وده علشان باتي ما تلحقش تقرا ايه اللي فيها. وبعد شويه بتروح اجنس للويس علشان تفهمها ان دان بيحاول يوصل لها حاجه طول الوقت لكنها بتكون مش فاهماه. ووقتها بتقاطعهم باتي وبتاخد اجنس علشان تلعب معاها. وعلى الناحيه التانيه بياخد بادي بين وبيروح بيه للغابه علشان يصطادوا الحيوانات مع بعض. وبعدها بياخدوا بادي المكان واسع، وهما الاتنين فضلوا يصرخوا بصوت عالي جدا كنوع من انواع العلاج النفسي، وده علشان يهدوا اعصابهم ويتخلصوا من الكبت اللي جواهم. وبعدها بيرجعوا تاني على البيت علشان ياكلوا. وفي وقت ما كانوا قاعدين بياكلوا بتفضل باتي تعلق على طريقة اجنس في الاكل، ولويس بتتضايق ساعتها انها مش مخليه البنت تاكل على راحتها. وساعتها بادي بيتدخل وبيأمر باتي ان هي تعتذر لهم هما الاتنين، ومن الواضح ان بادي مسيطر عليهم بطريقة غريبة ومش طبيعية. وبعدها بيخلي دان واجنس يقوموا يرقصوا مع بعض، بس بيتعصب على دان جدا وكان هيضربه بحجة انه مش ماشي مع ايقاع المزيكا. وبنلاحظ ان دان بيكون خايف منه جدا وبيضطر ان هو يسمع كلامه في حاجات هو رافض ان هو يعملها اساسا، وبسرعة بيروح سايبه وطالع جري على اوضته، وده علشان خايف لا يضربه ولا حاجة. وبعدها بياخد بين لويس على جنب علشان يشوفوا طريقة يخرجوا بيها من المكان ده. وبتكون لويس مش قادرة تستحمل تقعد في البيت ده دقيقة واحدة تاني، لكنه بيعرفها انهم شربوا كتير ولازم يريحوا شوية علشان يقدروا يسافروا. وبعد ما طلع بادي علشان ينام بيتسحب دان للأوضة بتاعته علشان ياخد منه المفاتيح بتاعة البيت، وبالفعل قدر ياخد المفاتيح من غير ما حد يقفشه. وبسرعة بيروح ياخد أجنس علشان يوريها حاجة في المخزن ويوضح لها هو يقصد إبرة سايله. وفي المخزن لاحظت أجنس ان في موبايلات كتير وهدوم لناس وجزم أطفال، وبتحس وقتها ان في حاجه مش مظبوطه في المكان ده. وبعد ما وراها دان البوم صوره مع عيلته اتصدمت لما لقيته كان عنده لسان كامل وانه ما عندوش حاله خاصه ولا اعاقه ولا اي حاجه. والاغرب من كده ان في كل الصور بنلاحظ ان بادي متصور مع عائلات كتير قوي، لكن مش بنعرف ايه اللي حصل لهم وايه مصيرهم، وده معناه انهم مش اول ناس ييجوا يزوروه في البيت ده، واكيد في حاجه هتحصل لهم لو ما مشيوش بسرعه من البيت ده في اسرع وقت ممكن. وفي الاخر اجنس شافت الساعه اللي وراها لها دان في الاوضه مع واحد من الناس اللي جت زارت بادي، وكمان شاور لها دان على لسانه وعمل علامه المقص بايده. وقتها بتفهم ان بادي هو اللي قطع لسانه علشان ما يتكلمش ويحكي اللي هو بيعمله مع الناس، وبيكون في شك انه بيقتلهم وبعد كده بيسرقهم وبياخد كل حاجه معاهم. وبسرعه اجنس بتصور كل الصور علشان تروح تعرف بين ويمشوا بسرعه من المكان ده، وفعلا بتروح بسرعه علشان توريه الصور، لكن بين مش بيرضى يروح لها وما بيكونش مركز معاها من الاساس. وفي المقابل بيرجع دان علشان يرجع المفاتيح تاني لبادي قبل ما يصحى. وهنا المشكله الاكبر ان بادي صحي من النوم، لكن الكويس في الموضوع انه ما خدش باله ان المفاتيح مش موجوده. وبسرعه بيتصرف دان بكل ذكاء وبيحط له المفاتيح في جيبه من غير ما ياخد باله.
وبعدها بينزل مع بادي لتحت، وفي نفس الوقت ده بتحاول اجنس انها تعور نفسها علشان تجبر امها انها تجيلها، وساعتها تقدر توريها الصور ويقدروا يمشوا من المكان. وفعلا امها انتبهت لها وراحت بيها الحمام، ووقتها عرفتها اجنس انهم لازم يمشوا من هنا والا هيكون مصيرهم زي مصير الناس اللي قبلهم. ووقتها بيحاول دان انه يعطل بادي شويه على قد ما يقدر وبيخليه يلعب معاه، وده علشان يلهيه. لكن المشكله هنا ان بادي خد باله ان باب المخزن اتفتح، فبيفهم على طول ان هو اتكشف وان في حد عرف حاجه عنه وعن اللي هو بيعمله. وبعد شويه بتيجي لويس وبتاخد بين علشان تعرفه انهم بقوا في خطر، وبعدها بتروح تفتش في الكراتين وبتطلع منها اي حاجه حاده علشان تدافع بيها عن نفسها. وبداوا يفكروا مع بعض واتفقوا انهم ما يظهروش انهم عرفوا اي حاجه ويتعاملوا على طبيعتهم. وبعد ما بيخرجوا بيعرفوا بادي انهم لازم يمشوا بسرعه علشان لازم يرجعوا البيت ويعالجوا اجنس من الجرح. وفعلا بيقدروا يقنعوه وخرجوا بره البيت علشان يركبوا العربية. لكن بتقابلهم هنا مشكلة أكبر، واللي هي إن كاوتش العربية اتخرم. وهنا بنفهم إن اللي عمل كده هو بادي علشان يعطلهم على قد ما يقدر ويتمكن منهم ويخلص عليهم. وكمان بيتدخل ويعرض عليهم إن هو يغير لهم الكاوتش. وبعد ما خلاص صلح الكاوتش وبين وعيلته ركبوا العربية وبدأوا يتحركوا، بيروح دان علشان يفتح لهم الباب، ودي بتكون حركة علشان ياخدوه معاهم وينقذوه. لكن بادي بيكون ذكي جدا وبيبقى فاهم هم عايزين يعملوا ايه، فبيروح فاتح البوابة بالريموت كنترول اللي معاه، وبكده يكون عطل خطتهم في انقاذ دان. لكن الموضوع لسه مخلصش لحد هنا، ده لسه فيه الأسوأ. وبعد ما بين راح عند البوابة بيروح بادي حادف دان في البحيرة علشان يموت، وبتكون دي حركة منه علشان يرجعهم تاني ليه ويحبسهم في البيت ويتمكن منهم. وفعلا بيقدر ان هو يرجعهم تاني وخدهم حبسهم في المخزن وهددهم بالسلاح اللي معاه وامرهم انهم يحولوا لحسابه كل الفلوس اللي في حسابهم البنكي. ومش بس كده، ده كمان هياخد عربيتهم وهيبيعها، وحرفيا كده جردهم من كل ما يمتلكوه. وقبل ما يحقنهم بالسم علشان يخلص عليهم بتتصرف لويس بسرعة وبتعوره في وشه بالمشرط اللي جابته، وبعدها بتهجم على باتي وبتاخد منها البندقية. وبسرعة بيخرجوا كلهم من المخزن ومعاهم دان، وبسرعة بيروحوا ناحية العربية علشان يهربوا من المكان. ووقتها بيجي لهم مايك صاحب المطعم، واللي بنعرف ان هو مع بادي وشريكه في كل جرائم القتل اللي هو عملها قبل كده، وبيضرب عليهم نار. وبسرعة بيرجعوا تاني للبيت وبيستخبوا فيه وبيقفلوا كل الشبابيك والابواب علشان ما يقدرش يدخل عليهم. لكن بسرعة بيروح مايك ويفتح الباب لبادي. وقتها بتحاول لويس انها تتصل بالشرطة، لكن بتروح باتي تفصل كل الكهرباء عن البيت وبتقطع الحرارة عن التليفون. لكن بتتصرف بسرعة لويس وبتلاقي صورة كاملة للبيت والغابة، وعلى طول بتحط خطة للخروج. وبسرعة بيروح بين يولع مولوتوف كان عامله من ازازة البيرة الموجودة، وده علشان يولع نار كبيرة بحيث ان اي حد يشوفهم من بعيد فيجي ينجدهم. لكن في وقت فتحهم للشباك بيضرب مايك نار عليهم، فبيقع المولوتوف على عربية بادي وده بيخليها تنفجر. وبسرعة بيروحوا عند الخزانة وبيخبوا فيها اجنس ودان، وده علشان ما يتأذوش. وبعدها بيروحوا يدوروا على اي حاجة تساعدهم، لكن وقتها بيسمعوا صوت حركة على السقف، فبيطلع بين علشان يشوف مين بيحاول يدخل ويخلص عليه. وبتفضل لويس تدور على اي حاجة تخلص بيها على بادي، ولكن بادي قدر يعرف ان هي مستخبيه فين وهجم عليها على طول. لكن لويس بتتصرف بسرعه وبذكاء وبتمنعه انه يدخل، وبتروح معطلاه وبتضربه بالشوكه اللي معاه. والمشكله الاكبر ان باتي قدرت توصل لها هي كمان، لكنها بتتصرف بسرعه وبتخرج من الباب التاني وبتهرب. وبعد شويه بادي بيقدر يوصل لاجنس ودان، بس بسرعه بتروح للويس وبترمي في وشه ميه نار علشان تعطله. وبسرعه بتاخد الطفلين وبتهرب بيهم، لكن بيشوفهم مايك وبيضرب عليهم نار، وبيطلع هو اللي كان على السطح وقدر يدخل البيت من الشباك. لكن بين بيظهر في الوقت المناسب وبيهجم عليه، وبيفضلوا الاتنين يضربوا في بعض. وبسرعة بترجع لويس وبتخبطه في دماغه وبتخلص عليه، وبيهربوا كلهم للدور العلوي علشان يقدروا يهربوا من على السطح وينزلوا من نفس السلم اللي طلع منه مايك. لكن بتجيلهم باتي وبتضرب عليهم نار علشان تقتلهم، لكن لويس بتكون عامله لها كمين وبتضربها على دماغها، فبتقع باتي على الارض وبتموت. لكن وهي بتقع خدت معاها السلم، وبكده مش هيقدروا ينزلوا. فبيحاول بين انه ينط على الارض ويرجع السلم مكانه، وبسرعه بينزلوا كلهم وبيهربوا. لكن الاسوأ من كل ده ان بادي لسه عايش، وبسرعه بيروح ماسك اجنس وكان هيخلص عليها، وخصوصا بعد موت باتي مراته. وقبل ما يضرب نار عليهم ويقتلهم بتروح اجنس حقناه بالسم اللي كان معاها، فبيقع على الارض وكان فاضل له ثواني معدوده ويموت. ودي بتكون اللحظه المناسبه لدان ان هو ينتقم منه من كل اللي عمله فيه زمان. فبيروح دان جايب صخرة وبيخلص عليه بيها، ومش بيخلي في دماغه حتة سليمة. وفي الآخر بيروحوا كلهم للعربية وبيمشوا من المكان ده خالص. بس كده يا صديقي، لحد هنا وبيخلص فيلمنا. أتمنى إن يكون التلخيص بتاع فيلم النهاردة عجبكم. لايك شير سبسكرايب، وأشوفكم الفيلم اللي جاي. كان معكم محمد خليل، سلام.